سيدي من 7 أغاني. طبعا من أكبر العازفين الأساتذة من أعلام العراق اللي هم الأستاذ خالد محمد علي، الأستاذ حسن فالح، الأستاذ خالد محمد علي على آلة الكمان، الأستاذ حسن فالح على آلة القانون، الأستاذ جعفر صادق على آلة العود، والأستاذ وسام خصاف الناي، والأستاذ حسام صدام إيقاع. كلهم طبعا من كبار العازفين الأساتذة في دبي. 7 أغاني. أنا اختاريت 5 أغاني. يعني كانت أمنيتي من أنا وطفلة أنه في يوم من الأيام لابد أنه أسجل هاي ال5 أغاني في يوم من الأيام. واحدة منهم نسمعها. هي هاي ال5 أغاني. واحدة منها ال5. تجفي وتصل عداي، تجفي وتصل عداي، مالك يا خلي، مالك يا خلي، شنو الجنيد وياك يا تعرف كلي، شنو الجنيد وياك يا تعرف كلي.
قلب ميلين عافية قلب ميلين من يسمع بجاي من يسمع بجاي لو من صخر هم جلان وغدا ماي لو من صخر هم جلان وغدا ماي خاف الله ربك تجفني أحبك خاف الله ربك تجفني أحبك تدخل بقربك ليش ما ترحم اللي هواك خاف الله ربك ما ترحم اللي هواك خاف الله ربك اشفي وتصل أعداء اشفي وتصل أعداء مالك يا خلي مالك يا خلي شنو الجنية وياك يا تعرف قولي شنو الجنية وياك يا انني لم ولن اتوقع تطور في اداء نادين بهذا المستوى عن جد. يعني استمعت لها المره الاولى صحيح واستمعت لها عن جد دكتور انت تبدا تستمع ومتذوق واستمعت لها مره، لكن اليوم استمع بدون موسيقى بدون تيمب بدون ايقاع بدون كل شيء. نادين بهذا نادين كلش حابه يعني احكي بخصوص السي دي لانه الناس راح تاخذها وتسمعها واتمنى يعني تعجبها، بس حابه احكي تفاصيل العمل يعني. السي دي قلت انا رحت وفي بالي انه انتج 5 اغاني. لما التقيت الاساتذه طبعا كان قبلها في يوم تدريبات على مود يعرفون طبقه الصوت وكيف راح فطبعا تفاجئوا انه يعني عندي خامه صوتيه كلش حلوه بشهاده من الاساتذه. فقالوا بدل ما نسجل لك 5 اغاني خلينا نسوي لك 7 اغاني، اغنيتين من عندنا احنا نختار لك نسويها 7 اغاني وتصدر بسي دي، لانه هو كان الفكره انه نسوي الاغاني وننزلها مع صور من بغداد القديمه على اليوتيوب فقط صوت وفي صور يعني. فهم رفضوا الفكره قالوا حرامات هذا يعني صوتك ما ننتج بيه سي دي، سوي 7 اغاني وانتجي بيه سي دي ويعني خلي الناس تسمعها. وفعلا خلال يوم كامل يعني انا اتذكر دخلت الاستوديو ساعه بالخمسة العصر لل4 الصبح أنا أسجل 7 أغاني في يوم واحد. في نظام هم ما خافوا، كانت نظام جلسة. عادة لما تنتجين سي دي ينخذ تركات الموسيقيين أول، بعدين تدخل المطربة تدخل صوتها على الآلات الموجودة. احنا قعدنا كنظام جلسة كلنا مع الأساتذة الموسيقيين يعزفون وأنا أغني يعني لايف جلسة، وسوينا هذا السي دي يعني بدون تركات. كانت جلسة لايف وسجلناها على السي دي. وهالقد ما كان الشغل صحيح وصافي جدا، ما احتاج الى الماسترينج والميكسينج. اما صح سووه بس ما اشتغلوا عليه هواي لانه كله كان صافي وما بي يعني اخطاء بدون اخطاء كانت. وبالتاكيد طبعا طول ما اني وراي اساتذه يعني كبار مثل العازفين واني حافظه الاغاني وحابتها فقدمتها بطريقه انه ما اغلط. ولما كنت دا اسجل بالاستديو حسيت نفسي في عالم ثاني. يعني اني قبلها كنت بشهر نازله وسجلت الاغاني للفنان حاتم العراقي حلوه وحبيتها وسجلتها، بس من دخلت هذا الجو في الاستوديو حسيت نفسي يعني في عالم ثاني. ولما طبعا كانوا الاطفال وياي بالاستوديو، ساندرا ونسالي كانوا معي. فلما خلصنا تسجيل 7 اغاني انقهرت واني تعبانه هالكانه، بس دا احب انه استمر بعد اغني، دا احس انه لا هذا الجو